السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وفي احسن حال. النهارده ان شاء الله هنشتغل مع بعض ورده جميله جدا وبسيطه. يلا بينا نبدا مع بعض ونقول بسم الله. هشتغل بخيط متوسط السمك ومقاس الابره بتاعتي هيكون رقم 3. هبدا اول حاجه معاكم عقده البدايه، بعد كده هنبدا نطلع مع بعض ب6 سلاسل. 1 2 3 4 5 6. تمام. بعد كده هندخل في اول سلسله معايا بحيث نكون الدايره اللي احنا هنشتغل عليها. هاخد لفه خيط واسحبها من اول واحده واسحبها من اللي على الابره. بكده كوننا الدايره اللي احنا هنبدا شغل عليها. بعد كده هناخد سلسله وهبدا اكون جوه الدايره دي 12 غرزه حشو. الابره معايا فاضيه، هدخل جوه الابره بتاعتي واخد لفه خيط من تحت واطلع معايا لفتين على الابره، هاخد لفه خيط واقفل الاتنين دول مع بعض بحيث اكون غرزه حشو. ادي واحد. تاني ادخل بالابره فاضيه واخد لفه خيط من تحت واطلع معايا لفتين على الابره، هاخد لفه خيط واسحبهم الاتنين مع بعض. بكده تاني غرزه حشو. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 غرزة حشو. بعد كده هنبدأ نيجي السلسلة اللي انا ارتفعت بيها دي هسيبها وهدخل في اول غرزة حشو انا عملتها، هدخل فيها واخد لفة خيط واسحب منها واسحب من اللي على الابرة بحيث اقفل الدور الاول بتاعنا اللي هو غرزة الحشو. كده كونا اول دور معانا. هنبدأ نطلع بقى معايا ب3 سلاسل. 1 2 3 وناخد لفة خيط وهننزل تاني في نفس المكان واكون فيها غرزة عمود. كده يعتبر ده تاني عمود لان معانا 3 سلاسل باعتبار ان هما اول عمود. لفة خيط وهننزل للعمود التالت نكون عمود تالت. لفة خيط 4 عمود. لفة خيط 5. نفس المكان كل ده انا دخلت في نفس المكان وكونت فيه 6 غرز عمود وطلعنا الابرة بتاعتنا. بكده معايا دول 6 غرز عمود. هنبدأ نيجي بقى كده ادي 1 2 تالت سلسلة معايا دي ارتفعنا بيها، هدخل فيها بالابرة بتاعتي كده فاضية. انا طلعت الابرة بتاعتي اهي، هدخل فيها وابدأ اسحب الفتلة دي معايا منها كده بحيث ان احنا عايزين نكون غرزة الفشارة. كده كونا اول واحدة معانا. بعد كده هناخد 3 سلاسل. 1 2 3 لفة خيط وهسيب الغرزة اللي عليها الدور دي انا هسيبها وهدخل في اللي بعدها واكون فيها برضو 6 عمود بحيث ان انا اكون فيها برضو غرزة الفشارة. 1 2 3 4 5 6 عمود في نفس المكان واطلع الابره بتاعتي اهو. تمام. وابدا اجي عند اول عمود انا كونته وادخل في راس العمود الاولاني ده وادخل فيه واخد الخيط بتاعي من هنا اللفه دي واسحبها واقفلها معايا في اول عمود كده بحيث اكون تاني غرزه فشاره معانا. نسحب ونقوم واخدين معانا 3 سلاسل. 1 2 3 هاخد لفه خيط. تمام. وهنسيب الغرزة اللي عليها الدور وادخل في اللي بعدها واكون فيها برضو 6 عمود واكون غرزة الفشارة. 2 3 4 5 6 عمود واخر عمود معايا واطلع بالابرة بتاعتي كده من الخيط واخد في اول واحدة واقوم اخد الخيط معايا سحباه من اول واحدة دي واشد الخيط بتاعي. بعد كده اخد 3 سلاسل. 1
2 3 وهكذا لغاية لما هنكون مع بعض 6 وحدات من غرزة الفشارة بتاعتنا دي. هكملهم كلهم. تمام بكده كونا مع بعض 6 غرز فشارة بالشكل ده. بعد كل واحدة بناخد 3 سلاسل. دي هنقفلها فين؟ دي هبدأ اقفلها في اول غرزة فشارة انا كونتها دي معايا في ظهرها كده. هدخل في النص اللي هي في الحتة بتاعت الغرزة اللي احنا بنقفل بيها غرزة الفشارة. تمام. هدخل فيها واسحب الخيط بتاعي منها واسحب من اللي على الابرة. بكده كونت الدور ده خلاص. كده ممكن تعتبريها كده الوردة دي تعتمديها وردة كده بالشكل ده خلاص. تمام. بالشكل بتاعنا بقى احنا هنكمله مع بعض. عندنا هنا ال3 سلاسل اللي في الظهر بالشكل ده، دول اللي احنا هنشتغل عليهم دلوقتي. هدخل فيها بالابرة واكون اول حاجة فيها غرزة حشو. بعد كده لفة خيط واكون فيها غرزة نص عمود. باخد لفة خيط من تحت واطلع معايا 3 لفات على الابرة. باخد لفة خيط واقفل ال3 مع بعض. لفة خيط وهنبدأ نكون جوه السلاسل دي. هعمل فيها 5 عمود. ادي 1 غرزة عمود عادي. باخد لفتين يبقى معايا 2. باخد لفة خيط تقفل معايا 2 كمان اهم. لفة خيط واكون تاني عمود. 3 4 5. تمام. بعد كده هاخد لفة خيط واقفل الوردة بتاعتي دي من الطرف ده. هعملها نص عمود زي ما بدأت في الاول. وبعد كده هاخد فيها غرزة حشو. كل ده في ال3 سلاسل اللي ما بين غرز. كل ده في ال3 سلاسل اللي ما بين غرزة الفشارة. تمام. هبدأ بقى اتنقل في اللي بعدها اللي هو الفراغ اللي بعده ده. تمام. هدخل فيها اول حاجة قلنا غرزة حشو. بعد كده لفة خيط اكون نص عمود. لفة خيط واكون 5 عمود. 1 2 3 4 5 وابدأ اقفل الشكل بتاعي زي ما بدأته اللي هو غرزة نص عمود. بعد كده غرزة حشو في الاخر خالص. ده بيكون الشكل كده معايا. همشي بنفس النظام ده بقى كده. كل 3 سلاسل في الظهر هنا كده هشتغل فيهم نفس النظام. غرزة حشو بعد كده نص عمود بعد كده 5 عمود نص عمود غرزة حشو وهكذا لغاية لما نكمل الشكل الاخر. تمام. بكده اشتغلنا كل الفروع بتاعتنا. 5 فروع هم. لسه سادس واحد هنعمله مع بعض اللي هو عبارة عن غرزة حشو لفة خيط بنعمل نص عمود بنسحب من 3 لفات لفة خيط وهشتغل 5 عمود. 1 2 3 4 5 بعد كده نص عمود بعد كده غرزة حشو في الاخر خالص. بكده خلصت الفرع الاخير. هنيجي بقى هنا اول غرزة حشو انا كنت عاملاها في الفرع اللي قبله. هدخل فيها واخد لفة خيط واسحبها من اللي على الابرة وناخد سلسلة. وبكده خلصنا الوردة اهي خلاص. نسحب الخيط ده ونبدأ بقى نداريه في ظهر الشغل بتاعنا بحيث ننضف على شكل الوردة من ورا ومن قدام تبقى شكل واحد. ده كده شكل الوردة بتاعتنا بعد ما خلصناها. حطينا فيها الفص اللولي بتاعنا وبكده ده شكلها. يا رب يكون عجبكم. ما تنسونيش بقى باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناتنا.
يا ريت كمان ما تنسونيش في كومنتات تحت تقولي ايه رأيكم في الوردة بتاعتنا. هستناكم تقولولي كل واحدة فيكم رأيها احلى لون في الوردة بتاعتنا النهاردة. كان معاكم سمر من قناة افكار موري. مع السلامة.